شاهد لحظة استقبال الرئيس الجزائري لبعثة المنتخب المغربي فور وصولها للجزائر، ويفجر مفاجأة كبرى. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك لهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. في لقطة رائعة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وغير متوقعة تماما، فقد فاجأ الجميع واستقبل بعثة المنتخب المغربي فور وصولها إلى مطار الجزائر، حيث نقلت الإذاعة الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان متواجدا في المطار. والرئيس الجزائري تبون كان متوجها إلى قطر، ولكن أصر على استقبال بعثة المنتخب المغربي وقال لهم: نرحب بكم في بلدكم الثاني، فنحن كمسؤولين جزائريين ليس لدينا عداوة مع الشعب المغربي الشقيق، ولكن اختلافنا السياسي لا يفسد العلاقة بين الشعبين، ونحن نتمنى لكم أن تذهبوا إلى كأس العالم، وأتمنى أن نشاهد المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي في كأس العالم للناشئين، وسوف أحضر هذه المباراة لتكريم أحد المنتخبين بعد الفوز بكأس البطولة. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك في استقبال الرئيس الجزائري تبون لبعثة المنتخب المغربي؟ لا تنسوا أن تكتبوا آراءكم في خانة التعليقات.